السلام عليكم، انا دكتور حسن محمد من اسيوط. بصوا يا جماعه، في ناس كتير عرفت بسبب الترند اني بشتغل سمكري بجانب الكليه. امبارح كان اول يوم دراسه ليا، لقيت زمايلي بصراحه اتغيروا معايا 180 درجه، ضحك، تريقه، نظرات مش حلوه. اللي انا عايز افهمه، طب ليه؟ يعني انا ذنبي ايه؟ الشغل عمره ما كان عيب، بالعكس ده ستر وكرامه. انا بشتغل علشان اعرف اصرف على نفسي واكمل دراستي واوصل لحلمي اللي انا نفسي فيه، والشغل ده هو اللي هيخليني ان انا اقدر اوصل لحلمي واكون معاكم في الكليه. اللي بيوجع بقى ان الموضوع تحول من ترند بص الكفاح بقى تريقه وسخريه عليا، وانا والله انسان زيكم، ماليش ذنب في الظروف اللي ربنا حطتني فيها او ان ربنا حابب ان يحطني فيها. انا بعمل اللي عليا وبكافح عشان اعيش واكون مستور واكون في مستوى كويس اللي انا بحلم بيه. ولو الدنيا فضلت على كده والتريقه والسخريه مكمله، والله هفكر ان اسيب الكليه. مش علشان انا مش عايز اتعلم او مش حابب الكليه او مش حابب الدراسه، بالعكس، بس علشان من غير شغلي مش هقدر اكمل. الشغل ده هو باب الرزق الوحيد اللي ممكن يوصلني لحلمي. مش هسيبه عشان كلام حد، تمام؟ وفي الاخر يا جماعه انا حابب اقول لكم حاجه، احنا جايين نتعلم ونشيل بعض، مش نكسر في بعض. اللي يحترمني اهلا وسهلا، واللي مش عاجبه وجودي او شغله ده حاجه تخصه هو مش انا، حاجه ما تخصنيش، تبقى مشكلته. واخيرا وليس اخرا اقول لكم شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.